أقول لإخواني قواعد حزب النور التي تعمل لله عز وجل ثم لمصلحة الدعوة السلفية بالدرجة الأولى ثم لمصلحة حزب النور، وهي مصالح لا تتعارض مع بعضها البعض. أقول لهم هذه بداية الطريق لتأسيس حزب جديد بشكل مؤسسي واختيارات بشكل حر ومباشر. فأقول لهم أن هذه هي البداية الحقيقية للحزب. ما حدث قبل ذلك ونتائج الضخمة التي حققها الحزب كانت ببركة إخواننا في مجلس إدارة الدعوة السلفية وأعضاء الحزب المنتشرين في المحافظات، لكن اليوم نبدأ نضيف إلى هذه البركة بركة العمل الجماعي والعمل المؤسسي، وسوف يرى الجميع بإذن الله حزبا يحافظ على مبادئه وعلى أساسياته ولا يغير ولا يتبدل، لا يدور مع السياسة كما تدور، إنما يدور مع الحق حيثما يدور. وسيرى الجميع إن شاء الله أن هذا الحزب سيحقق نتائج أفضل مما كانت في السابق، وستزيد خبرته السياسية في الشارع السياسي في مصر، وسيكون له دور فاعل إن شاء الله سواء في العمل التنفيذي أو العمل البرلماني القادم. الدعوة السلفية هي التي تعتبر أن حزب النور هو الذراع السياسي الوحيد للدعوة، لأنها هي التي أنشأت هذا الحزب ليكون ذراعا سياسيا لها، ونحن في الحزب نعتبر أن الدعوة السلفية هي الذراع الشعبي والاجتماعي للحزب، فكلاهما يسير في نحو اتجاه هدف واحد، وهو إقامة الشريعة الإسلامية وإصلاح الحال وإصلاح البلاد من خلال المنهج الشرعي السلفي. حضرتك تكلمنا عن الجمعيه العموميه النهارده، وهل اكتمل النصاب؟ طبعا احنا في الجمعيه لسه ما دخلناش داخل الغرفه الجمعيه، لكن الاخوه اللي معهم الكشوف وبيسجلوا التوقيعات هم الذين يعلموا هل النصاب اكتمل او لا. انا لا استطيع اجابه عنها، لكن انت شايف ان في اقبال شديد، ورغم المطر ورغم الحوادث اللي في الطريق اللي عطلت كثير من الاخوه، لكن ستجد ان العدد اكثر مما هو قانوني ان شاء الله عز وجل. شايف ان في منافسه قويه النهارده بين المرشحين على المنافسه بين المرشحي الهيئه العليا. أما الرئاسة فقد تقدم لها في حدود علمي الدكتور يونس مخيون والأستاذ سيد مصطفى، وإذا بقى الاثنان ستجرى انتخابات بينهما، إذا تنازل أحدهما للآخر كما سمعت فبالتالي سيعلن فوزه بالتزكية إن شاء الله. استعدادات حزب النور للانتخابات البرلمانية؟ حزب النور استعداد جيد لهذه الانتخابات، وبدأ هذه الخطوات بتكوين ما يعرف بالمجامع الانتخابية على 4 مستويات: مجمع انتخابي على مستوى المركز أو المدينة، ثم مجمع انتخابي على مستوى المحافظة، ومجمع انتخابي مركزي، ومجمع انتخابي بما يعرف بالهيئة العليا. وقبل هذه المجامع الانتخابية سيقوم أمانة الحزب داخل المحافظات بالاتصال بالقواعد من خلال استمارة استقصاء أو استبانة أو ما يعرف بالكاتشونير، يتعرف على آرائهم في المرشحين بحيث تختار القواعد من سيمثلهم في البرلمان، وستلتزم المجامع الانتخابية برؤية القواعد الموجودة للحزب وللدعوة السلفية إن شاء الله عز وجل. هل هناك تحالف بين حزب النور وحزب القرار؟ حتى الآن ليس هناك تحالف، ونحن في الهيئة العليا حتى الآن نحبذ أن نكون بقائمة تمثل حزب النور فقط، لكن سندرس البدائل الأخرى ومزاياها وعيوبها ونحلل هذه البدائل، وسنستخير الله عز وجل ونختار البديل الأفضل إن شاء الله.